مرحبا، يسعد اوقاتكم. ان شاء الله تضلوا بالف خير. اليوم رح احضر معكم معكرونة فوتوتشيني او اللي اسمها تشيكن الفريدو بطريقتي انا، وانا بحب هيك حضرها. والمقادير كتير سهلة. عندي هون صدرين فروج قطعتهم شرائح رفيعة وطويلة شوي، وتبلتهم ب7 بهارات اوريجانو وبهار الفروج. اي نوع بهار عندكم فيكم تتبلوه، بس ما تكتروا التبلة لحتى ما يصير الفروج طعمته اكتر شي اخد من التبلة، مشان تظهر طعمة الفروج كمان. عندي معكرونة 300 جرام، هي المعكرونة اللي انا رح استخدمها. عندي جبنة فيلادلفيا، رح اخد معلقة كبيرة بس. وعندي الكريمة السائلة، كريمة الطبخ. وعندي هون زبدة سائلة، رح اخلط زبدة وزيت لحتى اقلي الفطر والبصل والفروج كمان. عندي هون 250 جرام فطر، الفطر البني مقطعته. وعندي سنين توم مقطعتهم تقطيع ناعم، ما هرستهم، قطعتهم تقطيع ناعم، هدول هنن. وعندي حبة بصل كمان قطعتها تقطيع ناعم. وعندي جبنة الموتزاريلا او اي نوع جبنة فيكن تستخدموه اللي انتو بتحبوه. بس في ناس بيستخدموا لهي الاكلة جبنة البارميزان، فيكن تستخدموها كمان. انا عندي جبنة موتزاريلا. هدول هنن المقادير، والطعم تاعها كتير 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 طيبة. اهم شي تتبلوا الفروج بتوابل خفيفة وما تكون كتيرة، وعلى ذوقكن. انا حطيت بس توابل الفروج الاساسية وشوية اوريجانو وشوية بهار اللي هو 7 بهارات. اول شي حطيت زبدة وزيت، ورح احط الفروج وقليه لحتى يستوي. وعندي هون مي، رح احط عليها شوية ملح شوية زيت لحتى اسلق المعكرونة. طبعا الفروج لما تبلته ما حطيت له ملح لحتى ما يطالع المي اللي بقلبه وينشف. حطيت له بس التبلة. رح استناه لحتى يتقلى. من بعد ما استوى بضيف عليه الملح او بهارات الفيجيتا. انا رح احط بهارات الفيجيتا بهذا الشكل. شلت الفروج حطيته على جنب، وهو بنفس الطاوة حطيت البصل وعم قليه لحتى يدبل. رح اضيف الفطر كمان قليهم لحتى يدبلوا. بعدها بضيف الثوم. طبعا هلا رح اسلق المعكرونة. شايفين كمية الفطر قديش صارت قليلة؟ طبعا هيك بعد ما استوى الفطر رح ضيف الثوم. ورح اضيف الثوم هلا، ما بصير اضيفه بالاول لحتى الثوم ما يحترق. بحركهم كمان شوي. والمعكرونة اسلقوها اكتر من 3/4 السلقة، واتركوا هيك فيها شوية صغيرة لحتى تاخد من الصوص بعدها وتستوي، بصير هيك طعمتها فيه صوص اكتر. حركهم شوي لحتى يتقلى الثوم. رح ضيف صوص الكريمة او الكريمة السائلة بهذا الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. واتركها شوي لحتى تغلي. رح ضيف معها جبنة فيلادلفيا او اي نوع جبنة سائلة انتو عندكم فيكم تستخدموه، واتركهم لحتى يغلوا شوي. طبعا ومية المعكرونة ما تكبوها، خلوا نص فنجان على جنب، لان رح نضيفه فوق الصوص الكريمة. خليهم لحتى يغلوا. رح ضيف عليهم مية المعكرونة. وضيف الجبنة الموتزاريلا بهذا الشكل. طبعا الكمية اللي انتو بتحبوها فيكم تضيفوا.
ورح ننزل الفروج اللي قليته. بسم الله الرحمن الرحيم. بتركه بس شغلة دقيقة وبعدها بضيف المعكرونة. هيك من بعد ما ضفت المعكرونة بحركهم منيح وبتركهم يتسبكوا مع بعض شوي، مو كتير، بس يعني ما بخليها تنشف، بخلي انه يضل صوص فيها. حتى الصوص بيطلع اطيب اذا فيها صوص كتير. هيك شوي وبتصير جاهزة للتقديم. شوفوا لي هالتشيكن الفريدو قد شكلها بشهي وطعمتها كتير 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 طيبة. جربوها اكيد اكيد رح تعجبكم. وزينتها ببقدونس، شايفين لسه فيها صوص كريمية وكتير طيبة. استنوني بوصفة جديدة وفيديو جديد، وما تنسوني من دعمكم واللايك للفيديو. باي باي.